ايه الحاجات اللي بتخلي جسمك يخزن ميه؟ اول حاجه جسمك ذكي جدا، بيلاقي نقص في شرب الميه وانك مطنش تشرب ميه، وابتدي هنا يخزن ميه عشان ما لقاش وفره في الميه في جسمك، فلازم تشرب ميه كويس عشان جسمك يبطل تخزين ميه. تاني حاجه بقى النشويات او الكربوهيدرات، ودي من الحاجات اللي بتخزن ميه لو كلت منها كتير، وتلاحظها قوي في اليوم اللي بتاكل فيه الوجبه الفري بتاعتك، بتلاقي جسمك تاني يوم نفخ وزاد قوي على الميزان. ولازم تعرف ان كل جرام كربوهيدرات بيخزن 3 جرام ميه معاه. الحاجه الثالثه بقى، في هرمونين مسؤولين عن تخزين الميه في جسمك. اول هرمون الكورتيزول، وده الاستريس هرمون. طبعا انت بتلاحظها في ناس كتير قوي، وبالذات الستات لما تتعصب وتتنرفز تصحى تاني يوم وشها وارم وجسمها مورم، وده بيزيد مع التوتر والعصبيه والقلق والانفعال، فيا ريت تخليك هادي. تاني هرمون هو هرمون الاستروجين، وتاثيره على البنات والستات في وقت الدوره الشهريه، تبص تلاقي الجسم بيزيد وبينفخ كده، والجسم بيخزن ميه غير الطبيعي بتاعه. الحاجه الرابعه بقى والمهمه الملح، وهنا في ناس بتاكل كميه ملح كبيره فجسمها بيخزن ميه طبعا ويزيد. بس المعلومه بقى اللي ما تعرفوهاش هنا، ان الناس اللي عندها اعتقاد انها لما تمنع الملح من الاكل خالص هتخس اسرع، هنا بالعكس بقى، هنا جسمها بيخزن ميه اكتر. فيا ريت ما حدش يمنع ملح خالص، لان جسمك محتاجه، عشان اغلب العوامل الحيويه شغاله بالصوديوم وبالملح، ومهم جدا الملح لانقباض العضلات عندك، سواء بتتمرن في الجيم او في الحركه العاديه.